ايه رأيك لو قلت لك ان احنا مجرد شخصيات في لعبة موجودة في كمبيوتر، والكمبيوتر ده موجود في عالم تاني؟ هتصدقني؟ طيب تعال اقول لك على شوية حاجات كده ممكن تكون بتثبت ان النظرية دي صح، وان احنا ممكن نكون شخصيات موجودين في لعبة معينة وبيتم التحكم فينا من خلال اشخاص معينين. واول حاجة هي ان في الاول خالص لما نرجع 40 سنة فكر فيها كده. اول لعبة ظهرت كانت عبارة عن نقطتين، لعبة بسيطة جدا ما كانش فيها اي حاجة معقدة صعبة تتفهم، اي حد ممكن يلعب اللعبة دي. وبعد شوية دخلنا في التعبان اللي كان لما بياكل الكورة فيكبر اكتر وهكذا، ولغاية دلوقتي واحنا في 2026، مع ان اول لعبة كانت من 40 سنة. من 40 سنة واحنا دلوقتي بعد 40 سنة وصلنا لألعاب زي بيس وبابجي وفيفا وحاجات واقعية جدا، واقعية بشكل كبير قوي، ولسه ما جبناش الاخر ولسه بدري. تخيل بقى بعد 100 سنة الالعاب دي هتكون عاملة ازاي. ده بقى يتطبق على الواقع اللي احنا فيه. لو جيت قلت لك دلوقتي ان احنا مجرد لعبة، هتقول لي بس العالم بتاعنا مستحيل يكون زي اللعبة. فاسألك ليه؟ هترد عليا تقول لي لان العالم بتاعنا واقعي، ودي الكلمة اللي بتحمل الاجابة. مش معنى ان احنا موصلناش لواقعية العالم اذا ده مش هيحصل. ولو بصيت نرجع تاني، في الاول ما كانش فيه واقعية خالص، كانت مجرد لعبة بسيطة. بعد سنين بتشوف ان الحاجات دي بتتطور، سنين كمان وسنين لغاية ما وصلنا لدلوقتي، وبتقدر تتحكم في لاعب مثلا زي بيس، بتقدر تتحكم في اللعبة زي بابجي، تتحكم في الشخصية بتاعتك، يمسك سلاح، يجري، ياخد سلاح من الأرض وهكذا، وحاجات من دي كتير قوي، ولسه ما وصلناش للربع حتى. تاني نظرية بتتكلم عن الجهاز بتاعك. الجهاز بتاعك، جهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. تخيل معايا كده ان انت معاك لابتوب مثلا من 2020، تمام؟ والاصدار ده نوعا ما قديم شوية لان هو نازل بقاله فترة. لما نيجي مثلا نحط حاجة معينة زي ان احنا نرندر فيديو كبير 4K، والجهاز يكون برضو مواصفاته على قدها، كده معناه ان الجهاز ليه ليميت. بما ان الجهاز ليه ليميت معين، اذا هو مش هيقدر يشغل اكتر من كده. يعني هو مثلا لو بيمنتج فيديوهات 720 او 1080 الجودة بتاعتها، صعب جدا او مستحيل ان هو يمنتج فيديوهات 4K. ممكن تلاقي ان الجهاز فصل او حتى علق او مش راضي يعمل اي حاجة تاني وهكذا. ده بيتوافق مع السرعة الكونية في العالم او في الكون، وهي سرعة الضوء. ليه ما جاش في بالك مثلا ان ممكن تكون سرعة الضوء دي هي نفس الحاجة اللي مش قادرين نتخطاها بسبب ان الجهاز اللي مشغل العالم او الكون ما عندوش امكانية ان هو يطلع سنة كمان فوق سرعة الضوء؟ وعشان ما يحصلش كراش او ما يحصلش حاجة ممكن تبوظ الدنيا كلها، فهو ليه ليميت معين. ولو طلع عن الليميت ده، لو حد اجتاز السرعة دي، ساعتها هيبقى فيه مشكلة والجهاز هيفصل. ودي تاني حاجة بتقول ان احنا ممكن نكون مجرد شخصيات في لعبة على كمبيوتر. تالت نظرية بتقول ان الجسيمات الصغيرة اللي هي زي الالكترونات، طول ما عينك مش بص عليها فهي مجرد احتمالات. طب يعني ايه الكلام ده؟ تخيل معايا دلوقتي ان انت بتلعب جاتا، وانت بتلعب بشخصية معينة، الشخصية اللي موجودة في لعبة جاتا. هل انت ليك التحكم على باقي الشخصيات اللي موجودة في اللعبة؟ لا، انت ليك تحكم على شخص واحد، وطول ما انت شايفه فانت تقدر تتحكم فيه. ولكن باقي الشخصيات اللي موجودة في اللعبة انت ممكن تكون بتشوفها بس لما تخش مثلا الشارع اللي انت عايز تشوفه ده. لو انت رجعت سنة لورا تقدر تشوف السنة اللي ورا، لو رجعت خطوة قدام ممكن تشوف الخطوة اللي قدام، لو رحت يمين تشوف الخطوة اللي هي اليمين، لو رحت شمال تشوف الخطوة اللي هي الشمال وهكذا. انت بس ليك سيطرة على الحاجة اللي انت بتشوفها. هل ده معناه ان كل الحاجات اللي حوالين اللعبة دي هي نشطة؟ لا، ده مش
حقيقي، لان اصلا لو جهازك حاول يعمل حاجة زي كده مش هيقدر وهيفقد التركيز والقدرة ان هو يشغل اللعبة دي، لان هو هيكون بيشغل آلاف وملايين الحاجات في نفس الوقت، ما عندوش تركيز على حاجة واحدة. ودي اللي بتثبت ان احنا ممكن نكون مجرد شخصيات موجودة في لعبة، ولكن هي بتقدر ان هي تكمل من غير تحكم من حد. وبكده ابقى رديت عليك، علشان لما تيجي تسألني سؤال زي هو لو فعلا النظرية دي صح، اذن ازاي ممكن يكون في الكم من الاجهزة ده بيتحكم فينا في نفس الوقت؟ فرد عليك اقول لك طول ما انت مش تحت تحكم جهاز معين زي الالكترون فانت مجرد احتمالات بس. رابع حاجة هي نظرية البيكسل لينث. النظرية دي بتتكلم عن البيكسلز. لو بصيت عندك في التليفون، فالتليفون بتاعك ليه بيكسلز معينة وعدد وارقام بيكسلز معينة. يعني بمعنى ان كل ما مثلا هتشوف الفيديو بتاعي وتفضل تعمل زوم تعمل زوم تعمل زوم، هتلاقي الصورة عمالة تنغمش، وكل ما الصورة تنغمش هتلاقي ان الجودة عمالة تقل. وكل ما تعمل زوم لو وصلت لاخر بيكسل موجود في تليفونك فمش هتقدر ان انت تعدي البيكسل الاخير، لانه هو عبارة مثلا عن 1000 بيكسل. لو وصلت للبيكسل 1 اذا انت ما ينفعش تروح للي وراه، لان مفيش وراه، هو اول بيكسل موجود في تليفونك. ده اللي الفيزياء اثبتته بنظرية البيكسل لينث. النظرية دي بتقول ان اصغر حاجة موجودة في كوكبنا هي عبارة عن بيكسل، وما تقدرش ان انت تقسمها او تخليها ربع او نص او تخلي حتة هنا وحتة هنا، هي مجرد بيكسل. وده بيرجعنا لاول نقطة خالص لما قلنا ان احنا ممكن نكون موجودين على جهاز كمبيوتر، وجهاز الكمبيوتر هو فعلا بيحتوي على بيكسلز. وبما انه بيحتوي على بيكسلز والتشابه، وجه التشابه بينه وبين الكون بتاعنا فهو برضه بيكسلز، فليه ما نكونش موجودين فعلا على جهاز كمبيوتر؟ خامس نظرية، ودي لو فكرت فيها هتحس ان هي منطقية شوية، ودي ممكن نبقى نعمل عليها فيديو لوحدها، ان حاليا احنا تطورنا لدرجة ان احنا ممكن نصنع اجهزة روبوتات، وحاليا بيحاولوا ان هم يدمجوا المشاعر في الروبوتات دي. فليه ما تكونش اصلا في حضارة قبلنا، والحضارة دي هي صنعتنا وعملت سيستم معين علشان نفضل نتكاثر، وبعد كده تكون الحضارة دي اختفت او مثلا مش عايزة تظهر نفسها او واحنا كملنا بنفس الطريقة. واكبر دليل ان حاليا الروبوتات بتتطور والاي اي بيتطور وكل حاجة من الحاجات دي بتتطور. وده كان نهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات انت شايف ان النظريات دي ممكن تكون واقعية فعلا ولا ده اي كلام يعني. وبس كده، سلام.